السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحباب التلاميذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم سوف نشرح درس اسم المفعول. ما هي أهداف الدرس؟ أولاً معرفة ما هو اسم المفعول. ثانياً معرفة ما هي صيغ اسم المفعول. سنشرح أحبائي. أولاً ما هو اسم المفعول؟ مثال: مأكول ومأخوذ. إذا لنعرف ما هو اسم المفعول من هذه الكلمة، من هذه الأسماء. هو من وقع، إذا اسم المفعول هو من وقع عليه الفعل. مثال: مأكول على وزن مفعول، مأخوذ على وزن مفعول. أحبائي، لنتعلم كيف نصوغ اسم المفعول. للاسم المفعول له صيغتان يصاغ بها. أولاً من الفعل الثلاثي. كيف نصوغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي؟ على وزن مفعول. مثال: ضرب على وزن مفعول يصبح مضروب، خط على وزن مفعول يصبح مخطوط. من الفعل الثلاثي. من الفعل الثلاثي إذن على وزن مفعول. كيف نصوغ اسم المفعول؟ بالصيغة الأولى هي من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، ضرب يصبح على وزن مفعول. أحبائي، ننتقل إلى الصيغة الثانية. كيف نصوغ الاسم المفعول في الصيغة الثانية؟ إذا كان الفعل فوق الثلاثي، أي رباعي أو خماسي أو سداسي. أولاً الخطوة الأولى حتى نصوغ الفعل فوق الثلاثي إلى اسم مفعول، نحول الفعل إلى مضارع، ثم نبدل الياء المضارعة بميما مضمومة. الخطوة الثالثة يفتح الحرف ما قبل الآخر. مثال: احترم، احترم، يحترم، محترم. إذن قمنا بهذه الخطوات الثلاثة. احترم حولناها إلى الفعل المضارع. يحترم نبدل ياء المضارعة، الياء يحترم بدأت بياء، بدلناها بميم فأصبحت محترم. إذن بدلنا الياء المضارعة ميما مضمومة، ثم نفتح الحرف ما قبل الآخر. قبل الآخر هو الراء، إذن نفتحه ونضع عليه فتحة يصبح محترم. أعزائي الطلاب، في نهاية الفيديو شكرا لإصغائكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا الاشتراك. أحبائي، واجب اليوم أرجو أن تكتبوه على التعليقات. أفعال من الفعل الثلاثي كيف نصيغه اسم مفعول، وأيضا فعل فوق الثلاثي إما رباعي أو خماسي كيف نصيغه اسم مفعول. أرجو كتب الواجب، وشكرا لإصغائكم حتى يأتي في القناة، حتى يأتيكم كل جديد. لدي مجموعة من قواعد اللغة العربية. شكرا أحبتي، إلى اللقاء.